بوم! عمرك سألت نفسك ليه أنمي ويتش هات أتيليه شكله مختلف؟ ليه كل لقطة فيه تحسها لوحة فنية مش مجرد أنمي؟ واو! استنى، لأن اللي حصل ورا الكواليس مش طبيعي خالص. أول حاجة، الفريق ما اشتغلش عادي، دول دخلوا في مرحلة تخطيط مجنونة. مش مجرد ستوري بورد وخلاص، لا، كل مشهد اترسم بالتفصيل كأنهم بيبنوا عالم من الصفر. وتيجي هنا المفاجأة، الشخصيات زي كوكو وكوفري ما تصمموش بس على الورق، الفريق لبس ناس حقيقيين نفس الملابس وخلاهم يتحركوا ويصوروا كل حركة. ليه؟ علشان الحركة تبان واقعية 100% في الأنمي. تخيل بقى المستوى ده من الدقة، بص تحت، حتى طية القماش، حتى حركة الإيد، كلها مدروسة. مش بس كده، كل الأدوات والتفاصيل الصغيرة اتبنت واتنظمت قبل التنفيذ، يعني مفيش حاجة عشوائية، كل حاجة ليها سبب. والأقوى بقى، التفاصيل الدقيقة زي العيون وتعابير الوجه تم التعامل معاها كأنها أهم حاجة في العمل، وده اللي خلى كل لقطة تحسها حية بجد. نيجي بقى للمستوى التاني، الموسيقى. الأجواء مستوحاة من حاجات زي بلاد بورن ودارك سولز، يعني إحساس غموض بلس فخامة بلس سحر، وده خلى العالم تحسه تقيل مظلم وغامض بطريقة تخطفك. وفي الآخر كل ده اتجمع مع بعض وطلع لنا أنمي شكله تحفة فنية، مش مجرد إنتاج عادي. فايب؟ الخلاصة، ويتش هات أتيليه مش جميل صدفة، ده معمول بحب بلس دقة بلس شغل تقيل جدا. لو عايز تعرف أسرار أكتر عن الأنمي، تابعني للمزيد. يلا.